but none of them prepared us for him. No, the god of the symbiotes. I will annihilate your world. حبيب قلبي عامل ايه؟ طيب قبل كل حاجه لازم تعرف ان فينوم ده الرايفل بتاع سبايدر مان وخصمه اللدود، والمفروض ان اذا ذكر فينوم ذكر سبايدر مان، وده مش كلامي على فكره، ده الكلام اللي احنا فهمناه من فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، لما عرفنا ان كل السبايدر مان عندهم حاجه اسمها كانون ايفنت، والكانون ايفنت دي يا حبي بيبقى حدث ثابت ما ينفعش يتغير، بيحصل مع اي سبايدر مان في اي يونيفرس، ومن الكانون ايفنت لاي سبايدر مان هو موت انكل بن وموت كابتن ستيسي، ده غير البوس اللي بالمشقلب، واهم كانون ايفنت هو ان سبايدر مان في اي يونيفرس لازم يسمبيوت مع فينوم. فدعنا عزيزي المشاهد الخطير ان نبدا هذه الحلقه، ولا تنسى اللايك المتين والسبسكرايب الجميل واعرني انتباهك. اول ظهور لفينوم في الكوميكس كان في العدد 252 من اميزنج سبايدر مان، واول ظهور ليه لايف اكشن كان في فيلم سبايدر مان 3 2007. وبعيدا عن مدى حب للفيلم الا ان قصه فينوم كانت محشوره عافيه في الفيلم ده، وده بسبب سوني طبعا اللي اجبرت سام ريمي اياميها ان هو يعمل كده عشان الفيلم يبقى ضخم ويجيب فلوس بقى. المهم ان بيتر باركر بيكون قاعد بيحبحب مع ام جي، ومره واحده السيمبيوت فينوم بيقع من الفضاء في حته قريبه قوي من بيتر باركر، صدفه غريبه قوي. طبعا بيتر باركر مش فاضي والسبايدر سينس عطلانه دلوقتي عشان الباشا مشغول، بس لما بيجي يمشي من المكان السيمبيوت بيروح معاه، عشان في نص الفيلم السيمبيوت بيستغل اضعف لحظات سبايدر مان وبيسيمبيوت معاه، ومن بعديها وسبايدر مان بيحصل له انهانس في كل الباورز بتاعته، بس للاسف بيفقد نفسه وبيتحول لشخص عنده لا مبالاه وعدائي، وشفناه في اكتر لحظات داركنس في الثلاثيه دي اللي من احلاهم وهو بيفايت مع صاحبه هاري وليتر اللي بيهينه. وبيغير من تسريحه شعره وبيبقى اكثر عدائيه، وبيرقص بيتر باركر رقصته الايكونيك، وبعديها بيبوظ علاقته بام جي لحد لما بنروح لاحلى مشهد في الفيلم واحنا شايفين سبايدر مان خلاص اتخنق من نفسه واتخنق من فينوم، وبيقرر ان هو يرديم هيمسيلف، وبيدخل الكنيسه وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يشيل السيمبيوت ده منه، وبمساعده الجرس اللي في الكنيسه فينوم فعلا بيعمل انبوند مع بيتر باركر، وده لان نقطه ضعف فينوم هو الاصوات اللي فوق ال60 هرتز والنار. المهم ان بالصدفه كان ايدي بروك موجود في نفس الكنيسه وبيدخل يشوف الاصوات دي جايه منين، لحد لما بيعرف ان بيتر باركر هو سبايدر مان، وبيشوفه وهو بيأنبوند مع فينوم، بس فينوم بيختار ان هو يسيمبيوت معاه، ومن بعدها عينك ما تشوف الا النور، لان ايدي بروك اصلا كان واصل لمرحله ان هو بيكره بيتر باركر فشخ، ما بالك بقى لما يعرف ان هو سبايدر مان، لا وكمان ايدي يكون ساعتها راكبه فينوم، فشوف بقى هيعمل معاه ايه. المهم ان ايدي بيوصل لساند مان وبيتفقوا ان هم يخلصوا على سبايدر مان، وبيخطفوا ام جي وبيطالبوا سبايدر مان ان هو يجي لهم عشان فعلا يجي لهم، وهنا بنشوف اول مره سبايدر مان فيرسز فينوم لايف اكشن. ومن التفاصيل الحلوه في الفيلم ده لما بنشوف ايدي بيقول لسبايدر مان How's that sound, Tiger? زي ما ام جي كانت بتقول له كده، Go get him, Tiger. وده معناه ان فينوم خزن عنده كل حاجه عارفها عن حياه بيتر باركر وبينقلها دلوقتي لايدي عشان ايدي هو الهوست بتاعه حاليا. وبعديها بتحصل الفايت اللي ما بين سبايدر مان ضد فينوم وساند مان، ومن هنا بتبدا نهايه سبايدر مان. It could be the end of Spider-Man. بس بيجي هاري اوسبورن وبيلحقه قبل ما يتفنش وبينقذوا ام جي وبيوقعوا ساند مان، بس فينوم بيستفرد بسبايدر مان وكان على بعد ثانيه ان هو يفنشه، بس هاري اوسبورن بيتدخل للمره الثانيه وبيضحي بنفسه في سبيل صاحبه عشان سبايدر مان يقوم ويبدا يجمع ان فينوم بيتاثر من الصوت عشان يعمل له تراب ويطلع منه ايدي بروك، وفعلا بيحصل كده، وبيقرر بيتر ان هو يولع في فينوم، بس ايدي بيختار ان هو يترمى في حضنه تاني وبيولعوا سوا. وانا بصراحه ما اعرفش هم ولعوا فعلا ولا حصل ايه، لان ما شفناش بعديها جثه ايدي مثلا او اي حاجه. ومن بعديها يا حبي وطلع كلام ان فيلم سبايدر مان 4 الخاص بتوبي ماجواير كان هيظهر فيه كارنيج، والكلام ده مش هتلاقيه في اي حته اونلاين خلي بالك، وكل الكلام اللي هتلاقيه على فيلم سبايدر مان 4 انه كان هيبقى عن سبايدر مان فيرسز فولتشر. بس اسمع مني بقى من واحد كان معاصر الكلام ده في وقته، ان كان في اخبار بتقول ان فينوم ما انتهاش وانه هيظهر تاني مع كارنيج في افلام سبايدر مان، بس للاسف ما حصلش اي حاجه من الكلام ده، وانتهت ثلاثيه توبي ماجواير سبايدر مان عشان نروح لسنه 2018 وموعد صدور فيلم فينوم الاول بطوله توم هاردي. اول حاجه لازم تعرفها ان كون فينوم ده هو كون 688، وعرفنا كده من فيلم اكروس سبايدر فيرس لما سبوت قابل ميزيز تشين، وبنعرف ان منظمه لايف فاونديشن المملوكه لكارتلون دريك هم اللي لقوا السيمبيوتس في الفضاء
او بمعنى اصح السيمبيوتس هم اللي سابوا نفسهم يتمسكوا، وبيتمسكوا فعلا بس بيوقعوا الطياره، ومنظمه لايف بتروح لحطام الطياره ده وبتستحوذ على 3 سيمبيوت من ضمنهم فينوم، بس في واحد غير ال3 دول بيكون انطلق مع نفسه كده واسمه رايت. المهم يا حب ان بيتم تقديم ايدي بروك هنا على انه بيبقى ريبورتر وبيكتب في الصحافه، بس في نفس الوقت وصولي ومستهتر لدرجه انه بيكتب في الصحافه عن معلومات بتخص منظمه لايف، والمعلومات دي بيكون عارفها من اللابتوب بتاع اني صاحبته، وعشان كده اني بتسيبه ومش بتثق فيه تاني. ومن بعديها وايدي بيتغير في حاجه وبيقرر ان هو يبقى شخص كويس، وبيدور بنفسه ان هو يفضح منظمه لايف، وبيروح المؤسسه او المنظمه دي فعلا، وهناك بيكتشف ان المنظمه بتعمل تجارب على الناس والناس بتموت، والمنظمه مش بتتحاسب ولا حد يعرف عنها حاجه. وبيقرر ايدي ان هو يساعد الناس الهوملس اللي بيتم تجارب السيمبيوتس عليهم، بس للاسف ايدي بينط عليه سيمبيوت وبيهرب من منظمه لايف قبل ما يتمسك. ومن بعديها وايدي حاله بيتشقلب لان السيمبيوت بيبدا يتعبه جسديا، عشان بنعرف بعدين ان السيمبيوت بتحتاج ان هي تاكل، واكلتها المفضله ادمغه البني ادمين والشوكولاته. ايه الميكس ده؟ المهم انهم لو ما لقوش الاكل ده بيبداوا يتغذوا على الهوست بتاعهم. المهم ان شكل كده فينوم ابتدى يتغذى على ايدي، بس بيجي وقت معين وبعد 40 دقيقه من الفيلم تقريبا دريك بيعرف ان ايدي هو اللي معاه السيمبيوت، فبيبعت ناس من عنده يجيبوه، بس بيحصل ان فينوم بيبدا يسيمبيوت مع ايدي، ومن بعدين عينك ما تشوف الا النور، في ضرب وفي غشامه وسواقه موتوسيكلات، لحد لما بنشوف شكل فينوم لاول مره لايف اكشن. وبيبدا بعدها فينوم يطلع لايدي ويكلمه ويفهمه هو عباره عن ايه، وبيقول له ان هو جوه دماغه وعارف كل حاجه عنه، وبيعمل اتفاق معاه انه يفضل فيه يا كده يا اما يقتله. ومن هنا ايدي بيبقى مش عاجبه الحوار ده. المهم ان ايدي بعديها بيحاول ان هو يكتب اللي حصل معاه في منظمه لايف ويبعته لرئيس التحرير، وبيعمل كده فعلا بس بتطرده الحكومه. بس بلا جدوى اكيد، ده فينوم يا معلم، بقول لك بيتغذى على رؤوس البني ادمين. المهم انه بيروح لاني وصاحبها الجديد دان اللي بيبقى شغال دكتور، وبياخد ايدي معاه المستشفى عشان يكشف عليه، وهناك بيتم فصل فينوم عن ايدي وبيحبسوا فينوم، وبعديها رجاله دريك بيمسكوا ايدي بيودوه عنده، ودريك بيفضل يستجوبه عشان يعرف فين فينوم. وبنعرف ساعتها ان دريك نفسه عمل واحد سيمبيوت مع رايت، السيمبيوت اللي انطلق مع نفسه ده اول الفيلم، وبيحصل اتفاق ما بين رايت ودريك ان هم يطلعوا صاروخ يروح للكوكب اللي فيه السيمبيوتس عشان يجيبوا كل السيمبيوتس هنا كوكب الارض عشان يسيمبيوتوا بقى مع كل الناس وتبقى الدنيا كده في اللذيذ. وهو ده تفكير دريك اللي فاكر ان هو بكده بيخدم البشريه مثلا. المهم ان هو بيفهم ايدي الكلام ده كله وما بيلاقيش منه رجا، فبيسيبوا رجالته عشان يخلصوا عليه، وخصوصا ان فينوم ما بقاش معاه اصلا، بس فينوم بيكون هرب من المستشفى وبيسيمبيوت مع كلب، وبعديها بيسيمبيوت مع اني. المهم ان فينوم واني بيوصلوا لايدي وفينوم بيسيمبيوت معاه تاني، وبيقول له ان هو قرر ان هو يقعد هنا وانه حب كوكب الارض، وايدي هو السبب ان هو يغير رايه. وبيروحوا الاثنين المكان اللي فيه الصاروخ عشان يدخلوا في فايت مع دريك ورايت. وفينوم بيقول لايدي ان رايت ده تيم ليدر وعنده مخزن اسلحه في جسمه، ومن هنا حبيب قلبي بنعرف ان السيمبيوتس دول مختلفين عن بعض حتى في الباورز بتاعتهم. المهم ان في الفايت دي شفنا ايدي وهو خلاص على بعد نبضتين ان هو يريح، بس فينوم بيسيمبيوت معاه تاني وبينقذه من الموت، وده يبين لك قد ايه ان السيمبيوتس عندهم الباور ان هم يهيلوا البني ادمين. بعدها يا ريس فينوم بيبوظ خطه رايت ودريك وبيدمر هو وايدي الصاروخ، وبيخلص الفيلم على ان ايدي وفينوم بيحاولوا ان هم يتماشوا مع الوضع اللي هم فيه. وفي البوست كريدت سين بتاع الفيلم بنشوف ظهور شخصيه كليتوس كاستدي اللي بيبقى عايز يقابل ايدي، فايدي بيروح له وكليتوس بيحذره من مجزره هتحصل. وساعتها بنروح لاحداث الجزء الثاني فينوم ليت بي زير كارنيج، وبنشوف ان ايدي بقى صيته واسع في الصحافه وبقى معروف، وبيروح زياره ثانيه لكليتوس اللي بيبقى عايز ايدي ان هو يكتب له قصه حياته، وبيبدا كليتوس يحكي له عن طفولته البائسه والغشامه اللي حصلت له من ابوه وامه وجدته اللي اضطروه ان هو يقتلهم، عشان بعد كده بيتم القبض عليه وبيتم ترحيله لمستشفى ريفن كروفت عشان يتربى ويتعالج فيها. وما تنساش ان المصحه دي شفنا نسخه منها قبل كده في فيلم اميزنج سبايدر مان 2 اللي كان محبوس فيها الكترو. المهم ان في المصحه بتنشأ قصه حب ما بين كليتوس وشيرك اللي بيبقى عندها سوبر باورز من وهي صغيره، وبنعرف انها لما بتصرخ بتبقى الصرخه قويه قوي لدرجه ان هي ممكن تفايت بالصرخه دي. المهم ان مع مرور الزمن كليتوس ما بقاش في المصحه وبيرتكب جرايم وبيتقبض عليه، وشيرك بتفضل موجوده في المصحه من ساعه ما كانت صغيره. المهم ان بعد ما قال لايدي الكلام ده ايدي اخد باله من رسومات موجوده في الاوضه عنده، ففينوم طبعا عشان الين وبتاع بيفضل فاكر الرسومات دي، وبيعرف ان الرسومات دي اماكن دفن الجثث اللي قتلهم كليتوس، وبيوصل ايدي للمكان ده وبيبلغ الحكومه وبياخد السبق الصحفي. وده اللي بيضايق ديتكتيف موليجان ان ايدي شغال مع نفسه وانه مش بيبلغ الحكومه قبل ما يعرف الاخبار، لا ده بيبلغهم بعد ما يوصل ويعمل التحقيق بتاعه. المهم ان الحكومه ساعتها بتفرض عقوبه الاعدام على كليتوس عشان خلاص بقى معاهم دليل مادي عليه وهي الجثث اللي لقاها ايدي. المهم انه بيطلب يشوف ايدي قبل تنفيذ حكم الاعدام فيه، وفعلا
ايدي بيروح له بس كليتوس بيعض ايدي، ومن هنا كليتوس بيدوق دم ايدي وبيعرف انه دمه غريب، عشان بعديها نشوف لحظه تحول كليتوس لكارنيج وهاتك دغدغه في الضباط اللي كانوا في السجن او المصحه دي، لحد لما كليتوس بيهرب وبيروح لمستشفى ريفن كروفت وبيخلص شيريك من هناك، وبيتفقوا ان هم يتجوزوا ويعملوا ريد ويدنج، وبيتفقوا ان كارنيج عايز فينوم وكليتوس عايز ايدي، وشيريك هتساعدهم وهتخطف اني. وبمناسبه اني بنعرف ان ايدي كان رايح يقابلها وعايز يصلح علاقته بيها، وفينوم بيظبط له شعره عشان يبقى شكله حلو كده زي ما حصل قبل كده مع توبي ماجواير، وخلي بالك انت ها. بس ايدي بيعرف ان هي اتخطبت لدان، ومن بعديها ايدي بيبقى حزين قوي، ومن هنا بناخد فكره الفيلم وهي التركيز على علاقه فينوم وايدي سوا، وبنشوف فينوم وهو بيحاول يطلع ايدي من المود اللي هو فيه بس بلا جدوى، لان ايدي كان اتخنق منه وبيقول له انا مش محتاجك، والتاني بيقول له انا اللي عملتك يا كلب وانت من غيري لوزر اصلا، وبيسيبه فينوم وبيمشي، وبيفضل يتنقل من الهوست ده للهوست ده، وبيقضي يوم كده مع نفسه من غير ايدي، وبيبقى حزين قوي من غيره، وبيقابل ناس تانية فاكرينه بني ادم متنكر، وبيسالوه انت عملت اللبس ده فين؟ فبيقول لهم Oh, I made it myself. زيه زي سبايدر مان. I made it. المهم انه بعد الليله الحزينه دي فينوم كان خلاص هيموت من قله الاكل، بس بيوصل لميسيس شين في السوبر ماركت وبيسيمبيوت معاها، وفي نفس ذات الوقت ديتكتيف موليجان بيروح لايدي وبيحذره وبيقول له ان كليتوس هرب، ومن هنا ايدي بيفضل يدور على فينوم وبيقول لاني ودان الكلام ده، واني بتوصل لميسيس شين وبتعرف ان فينوم معاها وبتقول له اللي حصل، عشان بعد كده فينوم وايدي بيسيمبيوتوا مع بعض تاني، وبيروحوا لكليتوس في الكنيسه اللي عامل فيها الريد ويدنج، وهناك بنعرف ان شيريك فعلا خطفت ان، وبيدخل فينوم وايدي في فايت مع كليتوس وكارنيج لحد لما الفايت دي بتوصل ذروتها على قمة الكنيسة اللي بيبقى فيها الساعة دي، واحب اقول لك ان الساعة دي موجودة في كل عوالم سبايدر مان، وشفناها في سبايدر مان 3 لما توبي ماجواير كان بيشيل السيمبيوت من عليه، وبرضه شفناها في اميزنج سبايدر مان 2 في اخر الفيلم ساعة الفايت اللي ما بين سبايدر مان وهاري جرين جوبلin، وبرضه شفناها في اكروس سبايدر فيرس لما كان قاعد فيها مايلز موراليس وجوين. المهم ان الفايت اللي ما بين ايدي وكارنيج دي كانت هتروح فيها اني، بس فينوم بينقذها في مشهد سبايدر ماناوي جميل زيه زي فيلم اميزنج سبايدر مان 2 كده. وبتقع شيريك وبتودع، وبعديها بيقع كارنيج وبيتفك البوند اللي ما بينه وبين كليتوس، وبيجي فينوم وبياكل كارنيج، وبعديها بيقرم دماغ كليتوس، وبيهربوا فينوم وايدي من المكان عشان الحكومه جت وبتدور عليهم، وبرضه بنشوف ديتكتيف موليجان بيسيمبيوت مع حد بس بيبقى مش باين السيمبيوت ده مين ولا جاي منين اصلا، وبيروح فينوم وايدي نيو مكسيكو عشان فينوم كان عايز يتفسح، وزي ما قلت لك قبل كده ايدي بيلبي له طلبه وبيفسحه، وهنا بيجي دور البوست كريدت سين بتاع فينوم ليت بي كارنيج لما شفنا فينوم بيقول لايدي 80 billion light years of hive knowledge across universes would explode your tiny little brain. اني لو حكيت لك حاجه عن العالم بتاعي انت عقلك مش هيستحمل. وهنا كان بيتكلم عن الهايف مايند او العقل الجماعي، وده معناه ان فينوم والفاريانتس بتوعه بيتشاركوا نفس الميموريز بتاعت بعض، فبناء على كلام فينوم احتمال انه يكون عارف اللي حصل مع فينوم الفاريانت بتاعه اللي بيخص عالم سبايدر مان توبي ماجواير. المهم فينوم كان لسه هيفهمه كل الكلام اللي انا بقوله لك ده، ومره واحده فينوم وايدي بيتنقلوا لعالم الام سي يو وبيشوفوا سبايدر مان توم هولاند في التلفزيون لما اكتشفت شخصيته قدام العالم كله، وده بياخدنا بعديها لاحداث نو واي هوم اللي كلنا عارفين احداث الفيلم اكيد، بس خلينا في البوست كريدت سين بتاعه. شفنا ساعتها ايدي موجود في نيو مكسيكو وقاعد في البار وبيحاول يفهم من البارتندر ايه حكايه العالم اللي هو موجود فيه ده، وبيفهم من البارتندر ده حكايه سانوس والستونز وايرون مان اللي مات، وبرضه بيعرف ان في شخصيه اسمها سبايدر مان اللي كان خلاص كان رايح يقابله لولا ان سبايدر مان ودكتور سترينج عملوا السبيل اللي بترجع كل الشخصيات اللي دخلت العالم بتاع الام سي يو ده بالغلط للعالم بتاعها الاوريجينال، وبيسيب فينوم وراه حته سيمبيوتا كده نونو في العالم بتاع الام سي يو كتقديمه لظهور فينوم جديد في الفيلم بتاع سبايدر مان 4 اللي بيخص توم هولاند. بس هل ده فعلا حصل والشخصيات رجعت العالم الاوريجينال بتاعها ولا تاهوا في المالتيفيرس؟ ده المفروض اللي فينوم الجزء الثالث يجاوبنا عليه اللي ميعادنا معاه النهارده ان شاء الله. فما تنساش تشوف بقى الفيديوهات اللي كنت عاملها لك عن كل حاجه حصلت بتخص الجزء الثالث، واجدد حاجه عرفتها عن الفيلم ان مدته هتبقى ساعه ونص، ودي مده قليله قوي بصراحه على فيلم ختام ثلاثيه، وفيلم هيظهر فيه كذا سيمبيوت توكسين ولاشر وسكريم واجني وبيج واحتمال كبير انتي فينوم، ده غير كمان وجود اصلا نال كينج في سيمبيوتس في الفيلم، وده اهم حاجه. واللي عرفناه لحد دلوقتي ان نال وفينوم هيتنقلوا عالم الام سي يو في اخر الفيلم، وده ياكد لك الكلام اللي قلته لك السنه اللي فاتت ان فيلم سبايدر مان 4 اللي جاي هيحصل له ميرج مع عالم سوني، وده يا صديقي اللي بيحصل حاليا. عشان كده ان شاء الله ممكن نشوف توم هولاند سبايدر مان في البوست كريدت سين بتاع الفيلم، واتمنى ان الفيلم يبقى فيه حاجات اكتر من اللي شفناها في الاعلانات اللي نزلت. وانا بصراحه الهايب عندي عالي ومتحمس للفيلم ده فشخ، ونفسي اشوف ختام ثلاثيه حلو يليق بكاركتر فينوم ويليق بنجاح افلام فينوم مع سوني،
ونفسي فشخ اشوف فينوم وهو بيترسم عليه اللوجو بتاعه. هتقولي لازم يسمبيوت مع سبايدر مان الاول، هقول لك ما انا عارف يا حبي اكيد، بس انا بقول لك اللي نفسي فيه، واللي نفسي فيه اكتر ومعرفش ده ممكن يحصل ولا لا، ان احنا نربط فينوم باميزنج سبايدر مان، نظرا انه لحد دلوقتي ما شفناش الكانون ايفنت بتاعه وهو بيسمبيوت مع فينوم. تخيل كده يا حب ان ده يحصل بعد كل الهري ده كله، وبعد كل التاكيدات ان توم هولاند هو اللي ليه علاقه بفينوم، ما يطلعش كده ويطلع ليه علاقه باميزنج سبايدر مان. اوه فكك بقى، ساعتها هدي الفيلم ده 10 من 10 حتى لو الفيلم وحش. فما تنساش ان اذا ذكر فينوم ذكر سبايدر مان، واذا ذكر سبايدر مان ذكر حسوبه. واشوفك بعد الفيلم يا ريس. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى تكون فدتك وسالتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس، وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولايك المتين عشان فعلا بيساعد. كان معاك ابراهيم حسوبه من حسوبه توكس. سلام.